هل 40,000 جنيه يسفرونا دولة ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ دلوقتي 40,000 جنيه هيسفرونا إلى 4 دول في آسيا. عادل قرر إن هو يسافر شهر أكتوبر من يوم 19 أكتوبر إلى 2 نوفمبر أو 18 أكتوبر حاجة كده. الرحلة هتكون إلى إندونيسيا، هنروح بالي وجاكرتا، هنروح كوالالمبور ولانكاوي ان شاء الله في ماليزيا، هنروح كامبوديا فومبين العاصمه، اتمنى اكون نطقتها صح، وهنروح الى الامارات العربيه المتحده، هنروح الى ابو ظبي. رحله 40,000 جنيه شامله الطيران ذهاب والى، شامله الاقامه في كل البلاد دي كلها، وشامله الطيران داخل البلاد دي كلها، مش شامله الفيزا. الفيزا بتاعت ماليزيا من غير فيزا، فيزا اندونيسيا تقريبا عند الوصول ب $35، وفيزا كامبوديا برضو اي جاس انها بتعمل اونلاين او عند الوصول في رينج $50. انا شخصيا ممكن اعملها اونلاين عشان اريح دماغي واطلعها تاني في رينج $50. سعر الفيزا مش من ضمن ال 40,000 بس كده. ونقدر الاكتيفيتي طبعا مش دي هنشوفها هناك لما نوصل. رحله از باكرز فقط لا غير. السن ممكن من اول 12 سنه 13 10 ممكن ايا كان. الرحله ماشي كتير، رحلاتي فرهضه، رحلاتي متعبه، رحلاتي بنصحى من بدري جدا. اللي حابب ومستعد ومتحمس للرحله دي يبعت لي يكتب تعليق عشان يشترك. اللي هيحجز الاول هو اللي هيلحق السعر قبل ما الدنيا تزيد. يلا بينا نسافر مع عادل حول العالم. 113 دوله حول العالم مع عادل.